أهلا وسهلا في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن لغز من ألغاز الحضارة المصرية القديمة، أغرب قطعة أثرية في المتحف المصري. حاجة تخليك تفكر قد إيه حضارتنا مليانة ألغاز وتقدم إحنا لسه منعرفش عنها حاجة. هنتكلم عن قرص سابو الغريب العجيب. مين هو سابو؟ وليه القرص ده غريب؟ وايه هي النظريات اللي اتقالت عن القرص ده؟ وايه هي استخداماته؟ تابعوا معانا الفيديو للاخر. مين هو سابو؟ سابو ده امير ابن ملك من ملوك الاسرة الاولى، اسمه عجئب، يعني عمره اكتر من 5150 سنة فاتوا. تخيلوا الرقم. نيجي بقى لقرص سابو نفسه. ايه هو قرص سابو؟ هو قرص دائري مصنوع من حجر الشيست، وده لوحده يخليه حاجة مميزة لانه حجر صعب التشكيل جدا، اقل غلطة ممكن يتكسر. الغرابة بقى في تصميمه. القرص شكله دائري وفيه 3 شفرات بتنتهي بنصه بدايرة صغيرة. الشكل ده خلى العلماء والمختصين في